مرحبا بكم في قناة تجاربي. فيديو اليوم سيكون عن الوصفة الأساسية لشوربة لسان العصفور اللذيذة والسريعة، وإن شاء الله سأعد فيديوهات أخرى باستخدام لسان العصفور. نعم، أعلم الاسم غريب ولكنه المتداول، وهو فعلا قد يشبه لسان العصفور. سنحتاج إلى كوب من لسان العصفور يمكنكم إيجاده في قسم المعكرونة بالجمعيات، بصلة واحدة مقطعة قطع صغيرة، 5 إلى 6 أكواب مرق دجاج أو لحم حسب المتوفر. وقبل أن نبدأ بالوصفة لا تنسوا دعمنا بالطريقة التالية: ادعمونا بالاشتراك في قناة تجاربي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، ثم الضغط على زر الجرس حتى تصلكم بالتنبيهات فور نزول فيديوهاتنا الجديدة، ولا تنسوا اللايك. سنبدأ بإضافة ملعقتان زيت نباتي، ثم نضيف البصل، نحركه قليلا، ثم نضيف الفلفل الأسود والكزبرة المطحونة حسب الرغبة. نقلبهم مع بعضهم البعض حتى يدبل البصل، ثم نضيف لسان العصفور ونحركهم كل بضعة دقائق حتى يحمر لسان العصفور، ثم نضيف المرق ونقلبهم ونضيف الملح حسب الرغبة ونتركهم ل20 دقيقة حتى يغلوا مع بعضهم البعض ويستوي لسان العصفور. نضع الشوربة في صحن التقديم ونزينها بالبقدونس، واستمتعوا بالطعم اللذيذ. جربوها فلن تأخذ منكم سوى 10 دقائق للتحضير، فهي سريعة جدا ولذيذة للغاية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك ومشاركته مع أهلكم وأصدقائكم، وأن تشاهدوا الفيديوهات السابقة الظاهرة أمامكم، ودعمونا بالاشتراك في القناة. شكرا لمشاهدتكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة.